ايه الاخبار يا كرويين؟ معاكم بافلي جرجس في اشغال كرويه، ودي اكتر 5 فرق مستفيده من كاس العالم لحد دلوقتي. خليني بس قبل ما اقول لك ال5 انديه المستفيده من كاس العالم لحد دلوقتي اقول لك على كام حاجه كده بيني وبينك. مبدئيا فيفا مخصصه 252 مليون دولار من ايرادات كاس العالم للانديه اللي لعبتها مشاركه في كاس العالم مع منتخبات. الحوار ده مش بادئ من كتير، الحوار ده بدا من 2010 في كاس عالم جنوب افريقيا، وكان ساعتها مخصص للانديه من الايرادات 40 مليون دولار بس. وطبعا كل ما اللاعب ده وصل لمرحله متقدمه اكتر من بطوله كاس العالم، النادي كان مستفيد اكتر واكتر من الناحيه الماديه ومن ناحيه الجوائز اللي بياخدها من كاس العالم. فهمت قصه بقى العائد المادي المباشر من كاس العالم للانديه؟ سيبك بقى منه خالص، لان دي بالنسبه للانديه حبه فكه ملهاش اي 60 لازمه، ربنا يزيدهم. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب، يا رب. الشيء الاساسي والاهم للانديه من مشاركه لاعبتهم في كاس العالم هو القيمه التسويقيه للاعب دوت بعد كاس العالم، لان حقيقي القيمه التسويقيه للاعيبه بعد كاس العالم بتنفجر في سوق الانتقالات، واحنا داخلين على سوق انتقالات يناير اللي هيبقى بعد كاس العالم خبط لزق على طول، واللي سعر اللاعبين فيه بيبقى متحدد بنسبه 90% على مستوى اللعيبه دي في كاس العالم. وطبعا المتالق بينهم مش محتاج اقول لك بيبقوا متوصيين بيه قد ايه. لو فاكرين زي ماريو جوتزي اللي جاب هدف المانيا في الارجنتين اللي خدوا بيه كاس العالم بعديها نط. في الناحيه الثانيه بقى النادي لو ما استفادش من اللاعب ده ماديا، فهو بيستفاد منه فنيا وخططيا في ارض الملعب بسبب الفورمه اللي بيوصل لها اللعيبه مع منتخباتهم في كاس العالم، واللي الريتم بتاعهم بيعلى قوي وبيكملوا بنفس الريتم ده مع الانديه بتاعتهم باقي الموسم في الغالب يعني. فتعال اقول لك بقى من وجهه نظري مين اكتر 5 انديه مستفيده من كاس العالم لحد دلوقتي. بس انا واثق الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، عشان احنا بنجهز لعظمه بما اننا داخلين على اخر السنه، في ملخصات وحاجات جامده نازله الفتره الجايه. النادي رقم 5 واللي اتاثر جدا وبشكل سلبي بخروج منتخب المانيا اللي كان معظم اللعيبه بتاعته مشاركه في كاس العالم عن طريق منتخب المانيا. ولاجل الامانه انا كنت متردد جدا وانا بحط النادي دوت في الليسته بتاعتنا، لكن هو لاعب واحد بس في النادي خلاني اتشقلب الدنيا واحطه من غير ما افكر. النادي ده هو بروسي دورتموند، واللاعب اللي انا بتكلم عليه دوت هو بيلينجهام. للي مش تابع بروسي دورتموند فحابب اقول لك ان بيلينجهام هناك مقدم عظمه، وما تفتكرش ان مستوى بيلينجهام مع منتخب انجلترا في كاس العالم مجرد طفره او استثناء وبيلينجهام كده في كاس العالم بس. لا 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 لا، بيلينجهام جامد بجد مع بروسي دورتموند ومقدم مستويات اكتر من روعه، وحقيقي بيقدم بقاله موسم ولا 2 في التوب فورم بتاعته، انديه اوروبا كلها بتتخانق عليه. وحابب اقول لك ان سعر بيلينجهام قبل كاس العالم كان 100 مليون يورو، فتخيل بقى سعر بيلينجهام بالمستوى اللي بيأديه دوت هيوصل لقد ايه بعد كاس العالم. بيلينجهام حرفيا لاعب متكامل من كل النواحي، سواء في النواحي الدفاعيه او في النواحي الهجوميه، في الارتداد السريع من الهجوم للدفاع، يلعب بهيده، يفنش قدام الجون، مسانده هجوميه، يعدي 1 على 1. حرفيا لعيب متكامل وحقيقي نموذج مثالي للعيب الحديث العصري في نص الملعب. واستنى بقى الخناقه اللي هتحصل على بيلينجهام في شهر يناير الجاي في سوق الانتقالات الشتويه. شفت قد ايه بروسي دورتموند مستفاده جدا من كاس العالم في تطور بيلينجهام وظهوره قدام العالم كله، والكشافين بقى يبداوا يحط عينهم عليه اكتر واكتر. نخش بقى على النادي رقم 4، النادي اللي نايم اوروبا من المغرب وحاطط على اوروبا كلها حرفيا، اللي مطلع حبه شباب زي الورد ممتعينا كلهم في كاس العالم وبيعملوا عظمه، ومتبعترين ومتوزعين على منتخبات المشاركه في كاس العالم كلها تقريبا. هو نادي ريال مدريد. بعيدا عن كورتوا مع بلجيكا وفالفيردي اللي انا اتصدمت من مستواه مع منتخب اوروجواي. انا فعلا حقير فعلا انت مش انسان صح. انت. ففي حبه لعيبه فيا بيثبتوا انهم اتطوروا جدا في ريال مدريد وبيعلوا على نفسهم في كاس العالم، زي ايدر ميليتاو ورودريجو وتشوميني مع منتخب فرنسا، وفينيسيوس اللي كل واحد فيهم شايب منتخب بلاده على كتافه طاير بيهم طير، وكلهم مقدمين مستويات فوق الممتازه مع منتخباتهم، سواء منتخب البرازيل او منتخب فرنسا. وفي كل الاحوال ريال مدريد مستفيد جدا بتألق اللعيبه دي مع منتخباتها حاليا، لان ريال مدريد داخل على عركه سخنه قوي مع ليفربول، وفي الدوري قدام برشلونه الفتره الجايه بعد كاس العالم خبط لزق، فمحتاج ان كل لعيب من دول يحافظ على الفورمه بتاعته ويحافظ على التوب فورم بتاعته بعد كاس العالم ولنهايه الموسم. ومودريتش طبعا اللي مقدم مستويات استثنائيه بعمره 37 في نص الملعب، واللي بنشوفه واللي بيعمله مع كرواتيا استكمالا للي بيعمله مع ريال مدريد من اول الموسم. فشابور ريال مدريد اللي قادره تطلع
جيل جديد كله من الشباب اللي بيتراوح عمرهم من 18 ل 22 سنه اللي هيكمل على خط اوروبا الفتره الجايه كلها. نخش بقى على التوب 3 واكتر 3 انديه مستفيده من كاس العالم بجد لحد دلوقتي. وانا حقيقي كنت محتار جدا في ترتيب الانديه دي، من اول مين تاني مين تالت، والفرق بينهم ما كانش كبير قوي، لكن في الاخر استقريت على الثلاثه دول بالترتيب دوت. نادي رقم 3 في لستنا النهارده هو نادي مانشستر يونايتد. ايوه مانشستر يونايتد، ما تستغربش كتير. مانشستر يونايتد اللي الفتره اللي فاتت مش مقدم احسن مستويات خالص سواء في الدوري او في اليوروبا ليج، ومستوياته طالعه ونازله واداء متذبذب من اللعيبه ومن النادي ككل، لكن حقيقي اللعيبه دي ابهرتنا بمستواها في كاس العالم، وهتبقى اضافه جامده جدا لنادي مانشستر يونايتد عشان يقدر يكمل لو في نيته انه ينافس على الدوري او على ادوار حتى تاهله ان يلعب تشامبيونز ليج الموسم اللي جاي. اللعيبه دي زي فاران وليساندرو مارتينيز، كازيميرو، برونو فرنانديز اللي خارب الدنيا مع البرتغال وبيكمل التألق والريتم اللي كان ماشي عليه مع مانشستر يونايتد اخر كام ماتش، بيعلي فيهم على نفسه مع منتخب البرتغال وبيغطي على كل اللعيبه اللي حواليه، وراشفورد وماجواير اللي محدش يتوقع انه يبقى بالاداء ده وبالمستوى دوت مع منتخب انجلترا في كاس العالم، واعتقد انه بالاداء دوت هيرجع يضمن مكانه اساسي تاني مع مانشستر يونايتد، بس ربنا يسترها على خير لانه مش مضمون بربع جنيه. اتكلم يلا عدل يلا. استاذ عمر اتكلم بأدب. لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد. لو سمحت اذا مش هحلي اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش ومعاهم كريستيانو رونالدو اللي كان داخل كاس العالم وهو على ذمه مانشستر يونايتد، ملناش دعوه بقى باللي حصل في النص. حرفيا في كل الخطوط سواء خط الدفاع او نص الملعب او الهجوم كل اللعيبه متالقه جدا مع منتخباتهم، وهنستنى ان هم يرجعوا يشيلوا مانشستر يونايتد على كتافهم ونشوفهم بياخدوا مانشستر يونايتد لحته بعيده. طبعا ده كلنا اللي بنتمناه، الله اعلم بقى على ارض الواقع ايه اللي هيحصل. عشان نبدأ في البريميوم ليج ونخش التاني اكتر فريق مستفيد من كاس العالم لحد دلوقتي، وهو الفريق اللي تألقه الفترة اللي فاتت اللي خلى لعيبة زي دول نشوفهم في كاس العالم، ولولا التألق دوت ما كناش شفنا اللعيبة دي خالص في كاس العالم. وانا قصدي هنا على نادي ارسنال الفترة اللي فاتت والمستوى اللي كان عليه، الريتم الفريق كله كان في التوب فورم بتاعته، بناء عليه معظم التشكيله راحت كاس العالم مع منتخباتها، من اول رامزديل وصليبا وتشاكا وبارتي وجابريال خيسوس وعلى راسهم مارتينيلي وساكا، عشان يكملوا تألقهم ويكملوا بنفس الريتم دوت اللي بنوه مع ارسنال في كاس العالم مع منتخباتهم. وعلى راسهم طبعا ساكا اللي خارب الدنيا مع منتخب انجلترا، وكل ماتش ينزل يعمل حته بلس 18 ويحط جون واثنين، وحرفيا معلي على نفسه بزياده قوي. واعتقد اداء اللعيبه دي مفيد جدا لنادي ارسنال اللي محتاج اللعيبه دي تفضل على نفس الريتم عشان يقدر يكمل منافسته على الدوري قدام مانشستر سيتي او عشان يكمل منافسه على اليوروبا ليج. فحقيقي ارسنال محظوظ جدا ان اللعيبه قدرت تكمل بنفس الريتم دوت ومتوهجه في كاس العالم. نخش بقى على النادي الاكثر استفاده من كاس العالم من وجهه نظري لحد دلوقتي وبدون نزاع وبدون نقاش، نادي باريس سان جيرمان هو اكتر نادي مستفيد. يا ابن المحظوظ يا فوزي ده زمن غايص. ثلاثي النار وثلاثي الهجوم اللي عند باريس سان جيرمان، ميسي مبابي نيمار، كل واحد مش بس مقدم التوب فورم بتاعته، هو حرفيا الهيرو بتاع المنتخب بتاعه وشايل منتخبه على كتافه وحطه في حته ثانيه خالص. امبابي اللي بيحطم ارقام قياسيه وبيعلي على كريستيانو رونالدو وميسي واساطير في كره القدم، وميسي اللي بياخد الارجنتين واحده واحده بجون بجون عشان يطلعهم من دور المجموعات لدور ال16 لدور ال8، والله اعلم يوصل بيهم لفين. وشفنا فرق وتأثير نيمار وغيابه عن البرازيل كان مستواه عامل ازاي، ورجوعه في ماتش كوريا الجنوبية فرق ازاي مع البرازيل. فحقيقي باريس سان جيرمان محظوظ جدا بتألق الثلاث لعيبه دول اللي تألقهم ده هينعكس بالايجاب على باريس سان جيرمان وهو داخل دوري ابطال اوروبا يلعب في دور ال 16 بايرن ميونخ. فاعتقد ان باريس سان جيرمان ليه الحظ والاولويه انه يبقى في ليستتنا ويبقى من اكتر الانديه المحظوظه واستفاده من كاس العالم لحد دلوقتي. ده كان رايي انا، مش مهم خالص، المهم رايك انت. نستنى اسمع رايك في الكومنتات، مين اكتر فريق مستفيد بكاس العالم لحد دلوقتي؟ وبعد ما شفنا دور ال 16 وشفنا المنتخبات اللي تاهلت في دور ال8 تفتكر مين المنتخب اللي ممكن ياخد كاس العالم؟ ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه.